اذا نبداو واحد التمرين. اذا التمرين كيقول لك حل المتراجحات التاليه. اذا عندنا هاد المتراجحه هذه 5x ناقص 2 اصغر قطعا من 2 عامل لي x زائد 5. اذا اول حاجه كيف ما كنا كنديروا في درس المعادلات او في فقره المعادلات هي اننا كنكتبوا لدينا وكنحطوا المعادله ديالنا. ثاني حاجه كنكتبوا يعني الاطراف اللي فيها x كندوزوها للطرف الاول، والاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي ما متصله ب x لا بضرب لا بقسمه كندوزوها للطرف الثاني. اذا في هذه الحاله هذه كتلاحظوا بلي انه عندنا هنا واحد النشر خاصنا نتخلصوا منه، عاد نطبقوا هذه القاعده هذه. هادشي اللي غادي ندير. 5x ناقص 2 غنضربوها في x وغنضربوها في 5. هي 2x زائد 2 في 5. اللي باقي عنده شي مشكل في النشر والتعميل راه غادي تلقاو البلاي ليست في هذه الجهه هذه، تفرجوا فيها حتى تفهموا الدرس مزيان، حتى الدروس ديال الدوره الاولى متصلين مع الدروس ديال الدوره الثانيه حتى تفهموهم. عاد جيو كملوا الفيديو، اولا ملي تكملوا الفيديو تفرجوا فيهم باش تفهموا مزيان على اش كندوي وما تلقاوش مشاكل اولا صعوبات من بعد. يعني 2x زائد 2 في 5، يعني غنزيدو نبسطوها هي 5x ناقص 2 أصغر قطعا من 2x زائد 10. تلاحظوا بلي هاد الطرفين بجوج هما اللي متصلين بx عن طريق الضرب. هذه ما فيهاش x والطرف 10 حتى هو ما فيهش x. اذا غنزيدو هنايا يعني 5x اصلا كاينه في الطرف الاول. شنو اللي ما عندناش هي 2x كاينه في الطرف الثاني. باش غندوزوها للطرف الاول عندنا هنا زائد. هذه اول حاجه غادي نتحققوا منها هي الاشاره، بما انه 2x الاشاره ديالها موجبه فراه ما غاديش نلقاو صعوبات باش ندوزوها للطرف الثاني. اذا في هذه الحاله هذه كون كان عندنا مثلا هذه المتراجحه هذه اللي هي y مضروبه في ناقص 2x الكل اصغر من 1. الحاله هذه كتلاحظوا بلي راه عندنا الضرب في عدد سالب، معناته فاش غادي نبغيو حنايا نحولوا هذيك ناقص 2x للطرف الثاني غادي نردوا البال بانه بما انه مضروبه هذاك العدد اللي حنا باغيين نحولوه هو عدد سالب وهو ضرب، معناته ملي غنبغيو نحولوه للطرف الاخر غادي يولي قسمه، غادي تولي 1 مقسومة على 2x على ناقص 2x كيف ما هي غير الضرب غادي تولي قسمة. ولكن عندنا واحد الشرط في المتراجحات اللي كنت قلتو لكم، هو انه ملي يكون عندنا الضرب او القسمة في عدد سالب كنغيروا اشارة المتراجحة. مثلا كانت اصغر غادي تولي اكبر. في هذه الحالة هذه كانت عندنا المتراجحة ككل اصغر من 1. في هذه الحالة هذه ملي غادي ندوزو هذيك ناقص 2x للطرف الاخر وغادي تولي قسمه غادي غنقلبوا اشاره المتراجحه، يعني هذيك y غادي تولي y اكبر من 1 مقسومه على ناقص 2x. ولكن في هذه الحاله هذه راه ما عندناش مشكل، عندنا زائد 2x غادي نرجعوها للطرف الثاني ناقص 2x. هاهي زائد 2x غتولي ناقص 2x، ما عندناش فيها مشكل. اذا زائد 2x ولات ناقص 2x، وهاد ناقص 2 غادي ندوزوها للطرف الثاني. ناقص 2 غادي تولي هي زائد 2. اول حاجه غادي نحطو هما دوك الاطراف اللي ديجا كانوا في الطرف الثاني. 10 ناقص 2 غتولي هي زائد 2. اذا يعني 5x ناقص 2x راه هي 3x اصغر من 12. 10 زائد 2 راه هي 12. اذا شنو بقى لينا هاد الثلاثه هذه خصنا ندوزوها للطرف الاخر. لاحظوا هنا هو انه مجموعه باكس بالضرب. شنو غادي نتاكدوا؟ اول حاجه غنتحققوا منه هو انه 3 تكون عدد موجب، حيت الا كانت عدد سالب غادي تقلب لينا هاد السامبول هذا. بما انه 3 عدد موجب فراه يسهل علينا اننا ندوزوها للطرف الاخر. اذا اكس لاحظوا الضرب غادي يولي قسمه أصغر من 12. ها هو ضرب غيولي قسمة على 3.
اللي نقدروا نزيدو نبسطوها، اللي هي 4. إذن إكس أصغر قطعا من 4. افتراضا أنه مازال مطلوب منا التمثيل ديال المستقيم، التمثيل ديال الحلول على المستقيم. إذن المعادلة عفوا إذن المتراجحة تقبل جميع الحلول مالها الأصغر قطعا من 4. إذا غادي نرسمو مستقيم، وأول حاجة غادي نديروها هي أننا غادي نحدو المنتصف ديالو، غنحطو فيه 0، وغنديرو هنايا سهم زائد ما لا نهاية، والسهم على اليسار ناقص ما لا نهاية. غنجيو نحدو 4 مثلا، ها هي ندير كل جوج مربعات كيمثل 1 2 3 4 غادي تجي هنا. المهم نتوما حيت غادي ترسموا بطبيعة الحال بالقلم، في الاول عاد غادي ترسموا بالستيلو. اذا هنا غادي تجي 4، غادي نديرو نحدوها بهاد الطريقه هادي. وقال لك اصغر قطعا، معناته هاد المجال هذا، هادو هما اللي اصغر من 4، 3 اصغر من 4، 2 اصغر من 4، هاد المجال كامل اصغر من 4 حتى ما لا نهايه. غادي نجيو نتحققوا واش 4 من ضمن المجال ديال الحلول. هنا بما انه عندنا اصغر قطعا، معناته راها ما داخلاش مع الحلول وغادا تعطي بظهرها الحلول. ندوزو دابا المعادله التاليه، المتراجحه التاليه، اللي هي إكس ناقص 2 الكل عامل لي إكس زائد 3 أصغر أو يساوي 1. فهاد الحالة هادي بطبيعة الحال كنديرو لدينا وكنحطو المتراجحة ديالنا، كنديرو يعني غادي تلاحظوا في هاد الكا هادي ديجا كانت عندنا واحد القاعدة في المعادلات كتقول لك ملي يكون عندك، ديجا شرحت لكم في الفيديو اللي فات، يمكن في الجزء الثاني. اذا اكس زائد بي الكل عامل لي سي اكس زائد دي تساوي 0. في هذه الحاله هذه كنقسموا المعادله ديالنا، هادو حتى الجمع ما بيناتهم ضرب، وهما غير طرفين، وراه يقدروا يكونوا مجموعه من الاطراف جمع ما بيناتهم ضرب، ولكن الطرف الاول فيه اكس والطرف الثاني حتى هو فيه اكس، كنفرقوهم كتولي اكس زائد بي بوحدها كتساوي سي، ها هي كندوزو ليها سي، والطرف الثاني حتى هو سي اكس زائد دي يساوي 0. اذا وفي الاخر ملي كنحسبوا وكنحيدوا هاد الاقواس وكندوزو للاطراف اللي ما فيهمش اكس الجهه الثانيه، في الاخر كتبقى لينا اكس كتساوي لينا واحد العدد، مثلا غتخرج لينا مثلا اكس كتساوي 2 او اكس تساوي ناقص 6، وغادي تكتبوا اذا المعادله تقبل حلين هما ناقص 6 و 2. في هذه الحاله هذه نفس القاعده غادي نطبقها، غير هو ما غاديش يكونوا نفس الحلول بطبيعه الحال، غادي يكون مجال ديال الحلول. اذا يعني احنا غادي نفرقوهم، ها هي إكس ناقص 2 هو الطرف الأول، والطرف الثاني هو إكس زائد 3. حنا غير الأقواس كيف ما هزيناهم حطيناهم، علاش؟ حيت ما بيناتهم ضرب. في الحالة ديال المعادلة شنو كان كيكون عندنا؟ الكل يساوي 0. في هذه الحالة هذه شنو عندنا أصغر أو يساوي ناقص 1. هذاك الشيء اللي غادي نديره بالنسبة للطرف الأول وبالنسبة للطرف الثاني. يعني 3 عفوا إكس زائد 3 أصغر قطعا من 1. إلا حيدنا هاد الأقواس هادو راه مغاديش نلقاو مشكل، علاش؟ حيت ما مسبوقاش بإشارة ناقص. إذا نقدروا نحيدوا الأقواس بكل أريحية. أصغر أو يساوي 1، عندنا طرف واحد اللي ما فيهش إكس اللي غادي ندوزوه للطرف الثاني، غتولي لينا هي إكس أصغر أو يساوي 1. هنا كانت عندنا زائد 3 غادي تولي ناقص 3. إذا إكس أصغر أو يساوي ناقص 2. وغندوزو
المعادلة الثانية عفوا المتراجحة الثانية، الطرف الثاني من المتراجحة. بطبيعة الحال نبقاو هنا نديرو أو هنا عاوتاني إلا حيدنا الأقواس راه معندناش مشكل. علاش؟ حيت الأقواس ما مسبوقينش بإشارة ناقص، يعني بالإشارة السالبة. وهنا نفس الحاجة، هو عندنا ناقص 2 هي الوحيدة اللي ما متصلاش بإكس لا بضرب لا بقسمة، وغادي ندوزوها للطرف الثاني. إذا إكس أصغر أو يساوي 1 ناقص 2 غتولي هي زائد 2. إكس أصغر أو يساوي 1 زائد 2 راه هي 3. إذا في هذه الحالة هذه في المعادلة شنو كنا كنديرو بلي إكس تساوي 2 أو إكس تساوي ناقص 6. يعني إذا المعادلة تقبل حلين هما 2 وناقص 6. في هذه الحالة هذه حنا قلنا بلي المترجحات راه فيهم مجال. معناته اشنو غادي نديرو؟ غنليميتيو هاد الحل هذا هو المستقيم ديالنا. عندنا صفر زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية. هادشي راه غير فرقة الوسخ باش كنشرح لكم. عاد غادي نوريكم ملي غادي شنو غادي تكتبوا نتومايا في الورقة ديال الامتحان يعني، اولا في التخراج ديال التمرين ديالكم. لاحظوا اول حاجه غادي نديروها هو اننا غادي نمونسيونيو هاد ناقص 2 فين كاينه، غنحدوا الاحداثيات ديالها، وثلاثة حتى هي فين كاينه. اذا هنا 1 2 3، هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. اذا 3 ها هي، والثانيه هي ناقص 2 ها هي. ناقص 2 فين جات؟ اذا قالك الحل الاول هو إكس أصغر أو يساوي 3. ها 3 ها هي أصغر من، يعني قل من 3. ها فين كاينة أصغر من 3 أو يساوي، معناته 3 راها داخلة في إطار الحلول حتى هي واحدة من ضمن الحلول. هذا هو المجال ديالها. دابا غادي ندوزو الحل الثاني اللي قالك إكس أصغر أو يساوي ناقص 2. ها هي ناقص 2 قالك أصغر منها. لاحظوا بلي الحل ديال المعادلة الثانية راني درتو بلون مغاير. الحل ديال المعادلة الأولى راني درتو بالأحمر، والمعادلة الثانية درتها بالأسود. إذا قالك أو يساوي، معناته شنو؟ ناقص 2 حتى هي داخلة من ضمن الحلول، حتى هي داخلة في إطار الحلول ديال المتراجحة ديالنا. اشنو غادي نديرو في الحلول؟ لا ما غاديش نقولوا انه الحلول راها اصغر او يساوي 3 واصغر او يساوي ناقص 2. غادي نشوفوا غير المجال اللي فيه يعني متصل او لا فيه نفس الالوان، فيه الالوان بجوج يعني. شوفوا لاحظوا بلي المجال من 3 لناقص 2 راه فيه غير اللون الاحمر، معناته غير الحل ديال المعادله وحده. اما من ناقص 2 حتى ناقص ما لا نهايه راه فيه الاسود وفيه الاحمر، معناته هذا هو المجال. هذا هو المجال ديال الحلول اللي عندنا. يعني الحلول ديالنا راها من ناقص 2 حتى ناقص ما لا نهايه. وكيفاش كنديروها؟ كيفاش كنعبروا على هذا الحل هذا؟ كنديروا اكس تنتمي، معناته اكس فين كاينه؟ اكس كاينه في ناقص ما لا نهايه. ديما ناقص ما لا نهايه كنخليو القوس ما كيكونش جامعها. علاش؟ حيت هذاك العدد غير محدود. ملي كيكون محدود ديك الساعه نقدروا ندير لها هكا، ولكن لا، هذا تعبير خاطئ. ما لا نهايه، لا نهايه كتعني ما عندهاش حدود، يعني كنخليو المعقوفه معاكسه ليها. اذا ركزوا، راه كاين بزاف اللي كيديروا هاد الاخطاء هادو. اذا ناقص ما لا نهايه نقطه فاصله ناقص 2. دابا هاد ناقص 2 لاحظوا هنا واش داخله معاهم. هاد الاشاره اولا هاد السامبول اللي استخدمنا هنا هو نفسه اللي غادي نستخدمه هنا. ها الحل هو كاين في هاد المجال هذا. اكس كتنتمي
من ناقص 2 لناقص ما لا نهاية. يعني هاد المجال كامل كيقدر يكون الحل ديال إكس، ديال المتراجحة ديالنا.